السلام عليكم. طرف الصراع إلى جدة، البرهان يفرض شروطا للتهدئة وحميدتي يرد. على وقع استمرار الاشتباكات ودخول الصراع شهره الرابع، يعود طرف الصراع في السودان إلى طاولة المفاوضات في جدة بعد شهر ونصف من توقفها. فقد أفادت مصادر بالحكومة السودانية بأن ممثلين عن الحكومة وصلوا إلى السعودية لاستئناف المحادثات مع قوات الدعم السريع، إلا أن المفاوضات المعلقة سبقتها بعض التطورات قد تؤثر على نتائج المباحثات بين الجيش وقوات الدعم. فقد وضع الفريق عبد الفتاح البرهان شروط للتهدئة، قائلا أن الحكومة السودانية مستعدة لوقف إطلاق النار متى ما استجابت قوات الدعم لمطالب إخلاء مساكن المواطنين ومراكز خدمات المياه والكهرباء والطاقة والمستشفيات والأعيان المدنية والمقرات الحكومية من عناصرها، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس مجلس السيادة السوداني من الرئيس الكيني. ونقل البرهان للرئيس الكيني أسباب تحفظ حكومة السودان على رئاسة كينيا للجنة ورفض مخرجات القمة التي كانت قد عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأعلن قائد قوات الدعم السريع حميدتي تشكيل لجنة اتصال مع القوى السياسية وحركات مسلحة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في البلاد. وأكد تشكيل لجنة اتصال مع القوى السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح، وأكد أن قراره يأتي التزاما بمبدأ الحوار كضرورة أساسية للتوصل لحل سياسي شامل.